أنا الأخت مريم من الأحواز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. أنا أشكر البرنامج جدا عشان الشيخ فعلا علمنا الدين في هالفترة، وأنا من كم شهر صرت سنية، ويعني فعلا احنا كنا محتاجين ان احد يعلمنا الدين. نشكر لك، بس ارفعي صوتك قليلا يا اخت مريم. يعني فعلا كنا محتاجين احد يعلمنا الدين. نعم. عشان احنا كل شيء اللي يعلمونا الشيوخ الشيعة في ايران وفي العراق. نعم. انت شيعية اصلا يا اخت مريم مش كده؟ انا كنت شيعية بس الحمد لله صرت سنية، مع اني نعم. اهلي بعدهم الشيعة. اصبحتي من اهل السنة والجماعة منذ متى؟ نعم، منذ كم شهر يعني. منذ كم شهر. نعم. ويعني الشيوخ بس كانوا يعلمونا البكاء. يعني هل تأثرتي بالكلمة السواء التي نطرحها؟ أكيد يعني انت حقائق. نعم. يعني انا قرأت نصوص يعني من الخميني وفي باقي الشيوخ اللي موجودة، يعني تعجبت لهذا انا كنت على هذا المذهب. في اشياء فعلا يغرعونهم راح يتعجبون، يعني في حلقة من حلقاتكم بتكفي في يعني في الكوليني وباقي الشيوخ اللي مسمين ارواحهم شيوخ فعلا كاذبين علينا، وكل الاشياء اللي تقولونها في الشيوخ اللي في ايران عندنا موجودة. نعم. يا اخت مريم، نحن اخت مريم حفظك الله كما حفظ مريم. اسألك ان تشهدي هل كان كلامنا واضح ام كلام الشيعة واضح؟ اشهدي ولو كان كلام الشيعة واضح، لانك كنت شيعية واصبحت سنية، فاشهدي هل كلامنا كان واضح ام كلام اللي ناظرونا هو الواضح؟ تفضلي. والله كلامكم واضح وذهب ودور، وانا مع اني سني صغير يعني 22 سنة واصغر من الشيوخ اللي جو تكلموا معاكم، بس عرفت الحق من الباطل. وهذا شيء واضح في الكتب موجودة، مش كتب واحد واثنين وثلاث، كل الشيوخ اللي كانوا يعني عندهم في الشيعة كتب بكتب، وقريت ومخالف الدين من الزواج، المتعة، تحريف القرآن، البكاء على القبور، وكلهم علمونا هم. طب اخت مريم لي سؤال، يعني اكثر شيء كنت تكرهينه في التشيع؟ نعم. اكثر شيء كنت تكرهينه في التشيع؟ اكثر شيء كنت اكرهه في التشيع؟ نعم. حقيقة هم الشيوخ اللي كنت اكرههم. لا، الامور في الدين. الامور في الدين. انا لما كنت شيعية مش كتير ملتزمة في الدين، عشان ما كان شيء يجرني في الدين. يعني ما كان شيء عندي مهم غير اني كنت اروح للمكان اللي غرايات وابكي بكاء على الامام الحسن وباقي الائمة، وهذا الشيء اللي علمونا اياه. نعم. وفي شيء واحد عندنا في مسجد امام الزمان في طهران، وحاطين طلبة من الطلبة يقولون الناس كتبوا رسائل وياخذونهم من الناس، ويعني امام الزمان راح يقراهم. وانا قبل كم سنة رحت وفعلا اعطيت رسالة ما بعرف شو سووا فيها. يعني كانوا يقولون الناس تطور رسائل هذول الشيوخ والشيوخ يودونهم. طب يا اخت مريم عشان بس وقت الحلقة، يعني عايز اقول يعني قومي بالدعوة وانت كنت شيعية، يعني هل تفعلي ذلك؟ نعم. يعني هل تقومين بالدعوة الاخوات الشيعيات؟ اكيد ومن قال يعني فتحت لاصدقائي اشياء اللي تعجبوا. والله احنا ما كنا نعرف ان ابو بكر وعمر يعني مسلمين، وهم معلمين ان كافرين، وانا تعجبت لما عرفت ان ابو بكر وعمر رضوان الله عنهم انهم اصحاب النبي. والله هم معلمين انهم كافرين ومن الصغر. اقسمي بالله على ذلك. والله اقسم بالله اللي معلمينا كانوا معلمين انهم هم كافرين. اشهدوا يا اهل الشام يا من غرتكم دعوة الشيعة، اشهدوا كيف علموهم انهم كفار ائمة الاسلام.
والله العظيم من قبل لما كنت صغيرة كانوا يعلمونا نشيد عن عمر وغلط ويسب عمر النشيد وإنه هذا النشيد وأنا ما كنت أعرف يعني عمر من أو أبو بكر من. طب أخت مريم بس إنهم نعم كفار. رجاء يعني تقسمي بالله أنك المتصلة. والله العظيم أنا من زمان اتصل وما أحصلكم. الآن أنت المتصلة. نعم أنا اتصلت وأشهد بالله إني أنا اتصلت وعرفت. عوضك الله عن هذه المكالمة يعني بقدر مدتها مئات الأمثال بل مليارات الأمثال من ثمنها. تفضل. أيها المسلمون، هذا شاهد وشهد شاهد، لا أقول الآن من أهلهم، صارت من أهل الحق. والله أي عالم نفس أو طبيب في علم النفس يشهد أن هذا الصوت صوت صدق، لأن الصوت يعرف إذا كان مقلد أو غير مقلد، مفتعل أو غير ذلك. أو غير ذلك.